السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا كنت في حلقة تانية منزلها خالص، خلصتها مفترض إن أنا هنزلها، إلا إن آخر مؤتمر أنا حضرته للأمانة العلمية صممت إن أنا أنشره على منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي وسط الناس اللي أعرفها، صحابي وحبايبي وبناتي، أعلمه لبناتي، أعلمه لأي حد. فللأمانة العلمية شفت إن الحلقة دي هي اللي أهم من الحلقة اللي أنا كنت مجهزاها، وأهم من أي حلقة تانية. بس كمان وأنا بعمل الحلقة دي كنت من جوايا حزينة جدا. ليه؟ من وأنا صغيرة بحس إن أنا فيا شيء من الرحمة كده، يعني لما كنت أشوف حد جارة ليا أو حد ماسك شنط كتيرة كنت أشوفها فأروح أخدها وأوصله أطلعه لحد بيته، أو أطلع طنط دي مثلا جارتي كبيرة قد ماما لحد بيتها عشان الأكياس تقيلة عليها. لحد دلوقتي لما بمشي بعربيتي والاقي واحدة معاها أكياس عايزة أوصلها ممكن أقف لها: يا طنط حضرتك رايحة فين؟ فأخدها أوصلها. علمت بناتي ساعدوا الناس على قد ما تقدروا. في الحر كنت دايما أقول لكم أزايز مية وزعوها على الناس، عصاير وزعوها على الناس، من باب من لا يرحم لا يرحم، ومن باب إن احنا يبقى فيه ود ورحمة بينا، ولأن الخير فينا إلى يوم القيامة. بس الحقيقة بعد آخر مؤتمر أنا خفت جدا، وللأسف أنا مضطرة أنقل الخوف ده لكل البنات. ليه؟ كلنا سمعنا عن المخدر اللي كل السوشيال ميديا بتتكلم عنه، GHB، جاما هيدروكس بيوتريت. ايه المخدر ده؟ المخدر ده يا جماعة هو مثبط للجهاز العصبي المركزي، CNS. طيب مش فاهمة حاجة من اللي انت بتقوليه ده. بصوا حبايبي، هو مخدر مية، لا لون ولا ريحة ولا أي حاجة خالص. هو طعمه مالح شوية، بس بيفقد حتى الملوحة دي لو اتحط على العصير أو أي حاجة. بيستخدم مفترض الطبيعي بيستخدم في التخدير، الطبيعي بيستخدم في علاج الإدمان. لما بنسحب جرعة إدمان معينة أو حد بيدمن بجرعة عالية فبستبدله بيه بحيث إن يديله نفس تأثير الحاجة اللي بياخدها، بس أعرف أسحبه بسهولة وأبطله بسهولة. يعني كحاجة معادلة للإدمان النوع اللي هو بياخده. بيستخدم أحيانا في حالات صرع، بيستخدم في النوم التوتري أو النوم القلق. ولكن في سنة 2000 في مارس في 2000 تم إدراجه في جدول المخدرات إن ده ممنوع حد يصرفه إلا بروشتة مختومة من طبيب. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلانا ناخد بالنا من المخدر ده؟ حوادث كتير جدا، اغتصاب. لقينا ان الشباب بتاخده في الحفلات، هو حتى بقوا يسموه ادمان الشباب، وبقى بيسموه مش عارفة مخدر الشباب، وبيستخدم في الاغتصاب ومخدر الاغتصاب. طب ليه؟ المخدر ده حبايبي بيتاخد على ممكن لثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن يتحط بنسب قليلة جدا، فالنسب القليلة تخيلوا القليلة بتعمل إيه؟ بتفقد الوعي، بتخليكي مش مركزة، يعني صاحية وحاسة إن انتي عارفين اللي هو نايم بس صاحي ده، بتخليكي عامل كده، بتفقد الوعي، بتخدر الجسم. المرحلة التانية اللي هي بتتاخد لو زود النسبة شوية بتعمل هلوسة وتخيلات، يعني تتخيلي إن كل حاجة بتحصل فيكي انتي متخيلها بس ما انتش حاسة. المرحلة التالتة لما بيزود الجرعة قوي بتفقد الوعي تماما، وكأنك نايمة مش حاسة بأي حاجة، فانتي هيحصل فيكي أي حاجة ما انتش حاسة بنفسك. ده بيخليني أقول ما تاخديش حاجة من حد لا تعرفيه ولا ما تعرفيهوش. هيتقدم في العصير مش هتحسي بيه، هيتقدم في عصير مغلف بيتحقن عادي جدا مش هتحسي بيه. المادة دي بيفرزها الجسم بشكل طبيعي جدا ولكن بكميات معينة. بيفرزها الجسم بتساعد على ان انت تبقي هادية، بيساعد على النوم والاسترخاء. دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا طبيعية، ولكن اللي بيزيد عن حده بيتقلب لإيه؟ لضده. المادة دي لما بتزيد في الجسم فبتخدر الجسم وبتشل حركته، بالتالي الضحية ما بتبقاش عارفة تتصرف. الأوحش إن مش هنعرف نثبت إن الاغتصاب أو حالة الاغتصاب دي تم تخديرها عن طريق
المخدر ده. ليه؟ مش هاعرف أثبت إن هو خد GHB علشان بيروح من الدم، بيروح من الجسم من 12 ل24 ساعة، فالضحية ممكن تفضل متغيبة ل24 ساعة. طبعًا اللي بيستخدم المادة دي بيبقى عارف كويس أوي هو بيعمل إيه. خدي بالِك، ما تاخديش أي حاجة من أي حد. بقيت حزينة وأنا باقول ما تساعديش حد، ولا تاخدي حاجة من حد. ساعات إحنا بنحس إن إحنا دايخين فمن حد بيجيب لنا مَيّة، عصير، لا ما تاخديهاش، ما تاخديش. حسيتِ إنِك تعبانة، دايخة، روحي لأي حد أنتِ تعرفيه قريب منِك، ما تثقيش في أي حد. من ضمن الحالات اللي اتكلموا عليها في المؤتمر، ودي أكتر حاجة بقى صعبت عليَّ وزعلتني جدًا، مش بس إن واحدة اتعرضت للاغتصاب من حد ما تعرفوش، لأ، دي حالة اتكلمت عن نفسها. الحالة دي كانت بتحب، فعشان هي مش عارف، طبعًا هو بقى تعدّى مرحلة الحب دي، بقى مش عايز بقى حب والكلام العبيط ده، وده عشان تاخدوا بالكم يا بنات، ها. فهو مش عارف يطول منها حاجة، خدي اشربي العصير ده. قاعدة بقى مع حد بتحبه واثقة فيه، والبنت بطبعها عاطفية جدًا، جدًا، بتفكّر بقلبها وبتلجأ عقلها في معظم الأحيان، لا والله في كل الحالات، لمّا بتحب. فشربت العصير فتم اغتصابها. هي ما اتصدمتش من اغتصابها قد ما اتصدمت من إن هو ده اللي هي وثقت فيه جدًا. فخدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم. ده من اللي هي تعرفه. اللي ما تعرفيهوش لأ، أنتِ لو تعبانة روحي لأي حد، أي حد، أقرب حد ليكِ تعرفيه. ما تاخديش حاجة من حد، ما تاخديش حاجة من حد، ما تاخديش حاجة من حد. أهالينا كانوا صح زمان. فاكرين لمّا كانوا بيحكوا لنا عن خدي الشوكولات دي، تعالي، ماما ما جاتش، ماما مش هتيجي، دي مامي باعتاني، السواق اتغيّر، ماما باعتاني ليكِ عشان مش عارفة إيه، خدي اشربي العصير ده جميل. نبهوا عيالكم، صاحبوا بناتكم، صاحبوا بناتكم، صاحبوا بناتكم، كلموا بناتكم في كل حاجة. سمعتِ عن ده، هاتي بنتِك دلوقتي، مش كمان 5 دقايق، دلوقتي ناديها دلوقتي، قولي لها تعالي تسمعي عن كذا، خدي بالِك يا حبيبتي ما تشربيش عصير من حد، حتى لو العصير متغلف، ممكن يعملوا كذا، أنا باديكِ مصروفِك أو بتمشي من البيت بكل حاجتِك. حتى صاحبتِك، ممكن صاحبتِك تبقى مش كويسة، فه فهي عايزاكِ زيها، اشمعنى أنتِ اللي كويسة والنفوس بقت مريضة كلّها، وإحنا ما بقيناش في دنيا فيها خير للأسف دلوقتي. برغم إني مقتنعة جدًا بمقولة الرسول عليه الصلاة والسلام: "الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين." إلا إني كأم والله باقول لأ، يعني طبعًا الخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بحرص. صاحبتِك ممكن تبقى عايزاكِ مش كويسة، ممكن تغير، الحقد وِحِش والغِل وِحِش، في ناس نفوسها خبيثة، مش عايزة حد أحسن منها. فخدي بالِك، كلمي بنتِك وصاحبيها. آمم، ما تروحيش مع حد لحد ما مامي تيجي تاخدِك. لو أنتِ صغننة، لو بنتِك صغيرة كلميها. لا ما هي مش مراهقة مش هيحصل، لا بيحصل. كلميها، اقعدي وعّيها وكلميها. ما تروحيش مع حد يا حبيبتي غير لمّا ييجي لِك أو بابي ييجي لِك أو عمو ييجي لِك أو خاله ييجي لِك. ما تروحيش مع حد ما تعرفوش مهما حصل. خلّيكم مشبعين عيالكم، يعني ما تاخدوش شوكولاتة من أي حد، ما تاخدوش عصير من أي حد. لو بنت كبيرة خدي بالِك من أصحاب بناتِك، خليكِ أنتِ الصديقة الأولى والأخيرة لبنتِك، خليكِ أنتِ الصديقة الأولى والأخيرة لبنتِك. اعرفوا إن البنت اللي بيتها مليان حب ومُشبعة من الحب، هي مش عايزة تسمع كلام الحب من حد تاني. يعني البنات فترة المراهقة أقل كلمة حب بيسمعوها بتاخدهم جدًا، إلا البنت اللي بيتها شبعان، اللي أخوها أو باباها بيقولوا لها قد أنتِ جميلة، قد أنتِ رقيقة، الطقم ده حلو عليكِ، هي بتبقى شبعانة حب، فمش هتروح مع أي واحد يقول لها كلمة حلوة، فبعد كده تتطور الدنيا دي، لأ. خدوا بالكم، العقار ده منتشر جدًا، جدًا، جدًا. العقار ده من أصعب أضراره الموت. لمّا بيتاخد بقى مع كحول في النوادي والّا مع برشام مخدر، هو بيبقى overdose وخلاص. بعد كده الجسم بيتخدر تمامًا والقلب بيفقد السيطرة على إن هو يقوم تاني، فالضحية بتموت. ربنا يحميكم ويحمي بناتنا ويحمي الكل، ولكن خدوا بالكم أرجوكم، ده عقار منتشر جدًا، 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 وأشد خطورة من أي مخدر تاني. ربنا يعافيكم.